السلام عليكم. النهارده هنتكلم على دواء مشهور جدا جدا اسمه كولشيسين. كولشيسين ده مشهور ان هو بيعالج حالات النقرس، وبيعالج حمى البحر الابيض المتوسط. ممكن يكون ليه علاجات تانية بس دي اهم استخدامين ليه. ولكن انا عايز اقول لو انت بتاخد الكولشيسين، وغالبا المريض اللي بياخده لفترات طويلة جدا، لو حسيت بوجع او بلاش وجع، لو حسيت بضعف في العضلات، لو حسيت بضعف في العضلات وانت بتاخد الكولشيسين، غالبا هو اللي عامل لك الكلام ده. هو بيعمل ضعف في العضلات من غير ما يسبب ألم فيها. وفي الغالب لو استخدمته مع دواء من أدوية الكوليسترول زي الكريستور اللي هو روزوفاستاتين، أو الليبيتور اللي هو أتورفاستاتين، في الغالب بيعمل لك ضعف كبير جدا في العضلات، وبالتالي بتلاقي نفسك مش قادر تحرك رجليك ولا قادر تشيل حاجة بإيديك. لو انت عندك الأعراض دي غالبا هتبقى نتيجة اللي انت بتاخد الكولشيسين ده، وخاصة لو بتاخد معاه دواء من أدوية الكوليسترول يبقى بنسبة كبيرة جدا العضلات بتاعتك هتبقى ضعيفة. الحل انك توقف الكولشيسين وتراجع الطبيب وتاخد دواء تاني ما يعملكش الموضوع ده. اي نعم الأثر الجانبي ده نادر وقليل، ولكن انا بقول عشان لو حد بياخد الادويه دي وحس الاحاسيس دي، في الغالب الكولشيسين بيعمل كده. وطبعا ادويه الكوليسترول مشهوره انها ممكن تعمل كده. فالاتنين مع بعض بنسبه كبيره لو اتاخدوا هيضعفوا العضلات تماما. سلام عليكم.